السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس تتمنى يوم من الأيام أن تلقى كنز، وأكثر تفكير الناس يعني يقولك 80% من الناس عندهم أمل أنهم يلقون كنز يوم من الأيام. لكن تدرون أن واحد سوى شيء بسيط بس وعطاه 3 مليون ريال ينطح ريال. ايش مع القصة؟ هذا كداد من اللي يودون تكاسي، مثل التكاسي اللي يودون بس من منطقة لمنطقة، يعني مو داخل البلد، من دير لدير على قولتهم. اسكت يا جهاز الانذار، ياخذ لبس حزام عشان يسكت الصوت. يسكت. يقول جالس بالنقل الجماعي ذاك اليوم، يقول انتظر لي زبون، يقول يجيني واحد يعني كبير في السن وبين انه مريض، يعني الله يبعد عنه، يقول مبين به سرطان، يقول ان شعره طايح وشكله تعبان يعني. فيقول ركب معي. وين متجه هذا الشخص؟ يبي مكة المكرمة. طبعا يقول بعيد علي مكة، لكن يقول انا ادفع لك اللي تبي بس ودني مكة. قال خلاص. وذاك رجال يعني يدور رزقه يعني. فيقول ركب معي الرجال ذا، يقول ما نحليله، يقول كل محطة يوقف يشتري لي اغراض، يقول الاغراض لليل. يقول اطلب عصير، يقول جيب لي كرتون عصير. بنزين يقول يعبي، يقول البنزين على حسابه. يقول وحنا بالطريق، يقول قاعد يتكلم معي الشايب، يقول انا رجال تاجر وما عندي احد، مقطوع من الشجرة، ما عندي الا انا بس، يعني ما عندي لا زوجة لا اخو لا اختي. يقول كذا من وعيت على الدنيا. يقول كنت اشتغل لحالي وجمع ريال على الريال. يقول لين كونت ثروة. يقول بنيت لي عمارات وفتحت لي مؤسسات وشركات. يقول يعني عايش حياتي طبيعي. يقول لين قبل 5 سنوات يجيني مرض سرطان، الله يبعد عن جميع المسلمين. يقول يجيني مرض سرطان، يقول سرطان القولون. طبعا الله يبعد الشر، سرطان القولون اقوى سرطان هذا، يعني نسبة العلاج منه ما ابي اخوف الناس لاني والله. المهم ما علينا. يقول وانت اخترتك من بين السواقين هذولا، شفتك يعني على قد حالك وسيارتك قديمة. يقول شوف انا اكثر ثروتي قبل شهر حطيتها وقف لوجه الله تعالى، وبقى من صافي ثروتي 3 مليون. أبعطيك إياها لك، لكن أتمنى أنك تصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا سمع قال 3 مليون، استانس فرح، قال والله يا عم الله يجزاك خير، لا ما بشيء، أنا بسلامتك وإن شاء الله المرض يروح عنك. قال الله أنا رايح المكة، هذه الروح الأخيرة. قال أنا باقي لي فترة بسيطة وانتقل إلى جوار ربي، فأنت يا ولدي تستاهل فلوس وأتمنى أنك تصرفها بما يرضي الله. يقول يعطيني الشيك 3 مليون، يقول ونزل مكة وودع هناك، ويقول وصيني على فلوس إني أصرفها يعني بالحسنى يعني. يقول رجعت لديرتي، يقول معي 3 مليون، يقول شريت بيت وتصدقت عن الرجال هذا. ويقول بعدين سمعت أخبار أن الرجال توفى، الله يرحمه. يقول والحمد لله 3 مليون اندبلت صارت 10 مليون، كلها بفضل الله ثم بفضل هذا الرجل. القصة ما أدري
الظاهر انها صحيح لان كذا واحد قالها، وتصير ترى تصدف نوبات يعني. والله يرزق الجميع يا رب.